البداية اللي فاتتني. أهلا بيكم في مخمخة جديدة مع دي. عمرنا فكرنا ليه أوقات بنبص ورا ونحس إننا كنا بنمشي في الدنيا بعين واحدة؟ ليه بنفكر في مواقف ونقول إزاي أنا كنت كده؟ مش لأننا ما كناش شاطرين ولا لأننا ما كناش عايزين نكون أحسن، لكن لأن كان في حاجة في الرحلة ناقصة. الحلقة دي مش عن الغلطات، الحلقة دي عن البداية اللي بنرسمها لولادنا، اللي ممكن تغير شكل الرحلة كلها. وأنا قاعدة بتأمل في اللي فات كده لقيت نفسي بقول، وعلى فكرة دايما بنسمع الجملة الشهيرة بتاعت يا لو كان عقلي كده من 15 سنة أو من 20 سنة، أو يا لو كنت في الموقف ده زمان اتصرفت بالطريقة دي. وهنا وقفت أفكر، ده دور مين؟ ده دور الأهل هم اللي كان المفروض وهم بيربونا يساعدونا نفكر ومش يفكروا مكاننا. يعني إيه؟ يعني مش يقدموا لنا الحلول جاهزة على طبق من فضة، لكن يعلمونا إحنا نلاقي الحل. إزاي نواجه، إزاي نغلط، إزاي نتعلم من غلطنا، وإزاي نشغل مخنا حتى في أبسط المواقف. يعني لما ابنك يرجع من المدرسة ويقولك يا ماما أنا نسيت الكراسة في الباص، أو مثلا أنا ما أخدتش الواجب، هنا بقى في أم طيبة قلبها طيب مش بتعلم ابنها يتعلم من غلطه، بتتصل بالأمهات وتسأل وتجيب له الواجب وتحل له المشكلة. وفي أم تانية بقى بتقول لأ، لازم يتعلم، خليه يواجه، خليه يحس بغلطته، خليه يتصرف عشان مخه يشتغل، عشان يتطور، عشان المرة الجاية ما يغلطش. وكمان لازم نسيب لهم حرية الاختيار، مش ضروري تكون في حاجات مصيرية، لكن ممكن نسيبهم يختاروا بحرية بعض الأمور. لكن لازم ابنك يتعلم يختار، لأن ده اللي بيبني شخصيته، ده اللي بيقوي عقله، وده اللي بيخليه يعرف يفكر بجد. الأهل دورهم مش إنهم يفكروا مكان أولادهم ولا إنهم يحموهم من كل غلط. الأهل دورهم الأكبر إنهم يعلموا ولادهم إزاي يفكروا وإزاي يحموا نفسهم، ويسيبوا ولادهم يتعلموا من نتيجة غلطات حتى لو النتيجة دي وجعتهم. عشان إيه؟ عشان في الآخر اللي بيتعلم يفكر وهو صغير بيعيش طول عمره قائد مش تابع. اللي بيتعود ياخد الحل جاهز بيكبر ويفضل مستني حد يحلله. عايزة أقول للأهل اللي لسه ولادهم صغيرين، دي مش مجرد تربية، دي خريطة حياة. يا إما نربي عقل يا إما بنصنع تابع. وقتها ما تشتكيش لما تلاقي ابنك بيقولك يا سلام لو كنت بعقلي ده بقى زمان، لأن ببساطة إحنا اللي اخترنا نأخر عقله. علشان في الآخر النضج مش هدية بنستلمها وإحنا كبار، النضج رحلة حياة وخبرة وتجارب دي ما بتبتديش لما بنكبر، على فكرة دي بتبدأ من وإحنا عيال. يا إما ندي ولادنا فرصة يعيشوها ويغلطوا ويختاروا ويتعلموا، يا إما نخنق الرحلة دي بإيدينا ونصحى بعد سنين نلاقيهم بيقولوا يا سلام لو كنت بعقلي ده زمان. وساعتها بقى إحنا اللي بنكون السبب، إحنا اللي أخرنا عقولهم وإحنا اللي قطعنا عليهم الطريق. اوعى تقطع على ولادك الطريق من بداية الرحلة. استنونا في حلقة جديدة ومخمخة مع دينا.